رمضان في مصر حاجة تانية. مدفع الإفطار اضرب جملة موجودة في المحروسة في رمضان من زمان جدا. دلوقتي بنسمعها على التلفزيون كمان وقت الفطار. أنا داليا وهبي وانتوا بتسمعوا بودكاست على الكنبة. المدفع كان بيعتبر هو الإعلان السريع جدا عن وقت الفطار علشان الناس تقدر تحدد ان ده ميعاد الفطار. وطبعا كان بيحصل ان هم كانوا بيطلقوا قذيفة مدفعية صوتية وقت غروب الشمس. الحكايات اختلفت، اول مدفع كان في اي عهد، كان في اي وقت، مع اي امير، مع اي سلطان، لكن كل الحكايات اتفقت ان اصل المدفع من المحروسة ام الدنيا، تحديدا من قاهرة المعز. بالمناسبة المدفع بيتقال على أي قطعة معدنية بيستخدموا فيها البارود أو أي مادة متفجرة عشان تدي دفعة قوية للقذيفة. مدفع الإفطار الأول كان بيشتغل بالقذيفة الحية، يعني لغاية تقريبا سنة 1859، وبعد كده بقت الذخيرة مجرد صوت، يعني ذخيرة في شنكس. الحكايات اللي بتتكلم عن مدفع الإفطار في المحروسة 3. أول حاجة فيهم كانت في العصر الإخشيدي. العصر الإخشيدي ده يعني كان 1444. والي مصر وكان اسمه خوش قدم كان بيجرب مدفع جديد، كان جايله هدية من واحد من الولاة، ولما حب يجرب الهدية كان أول يوم في رمضان وقت غروب الشمس. هي حبكت معاه بقى. طبعا أول ما المدفع ضرب الناس سمعت الصوت، فطبيعي ربطوا الصوت بوقت الفطار وافتكروا ان المدفع ده تنبيه للصايمين ان ده موعد الفطار. يسكتوا؟ طبعا لا، الناس اتجمعت بسرعة وراحت على مقر الحكم علشان تشكر السلطان على العمل الجميل اللي هو عمله. طبعا الاختراع ده ما كانش موجود قبل كده. السلطان لما شاف فرحة الناس باللي عمله قرر انه خلاص لازم يستمر مدفع الافطار كل يوم، وبعدها زود لهم كمان مدفع السحور. الحكاية التانية بتقول ان مدفع الافطار اساسه جاي من عهد محمد علي الكبير، وده كان 1805 برضو في أرض المحروسة. وبرضو بالصدفة محمد علي كان مهتم جدا بتسليح الجيش المصري من زمان علشان يقدر يدافع عن مصالح الوطن. لما جه قائد الجيش يجرب مدفع من المدافع اللي كانوا مستوردينه من ألمانيا، هوب طارت القذيفة، وده كمان كان بالصدفة وقت أذان المغرب في رمضان. طبعا الناس انبسطت جدا وعرفت ان ده وقت الفطار واحتفلوا. طول عمرنا بنحب الاحتفالات والفرحة والهيصة. وبعدها خلى كمان يبقى فيه مدفع لوقت السحور. كالمعتادة الستات ليها نصيب من الحكايات. البصمة الحلوة للستات في موضوع المدفع مختلفة جدا. كانت في عهد الخديوي اسماعيل. الخديوي اسماعيل كان في الوقت ده كانوا وقفوا استخدام المدفع علشان يعلنوا عن وقت الفطور أو السحور، وده تقريبا كان في 1863. كان في مجموعة من العلماء كده والأعيان كانوا رايحين علشان يقابلوا الخديوي اسماعيل، ولما الخديوي ما كانش موجود فقابلوا الأميرة فاطمة. الأميرة فاطمة هي بنت الخديوي اسماعيل، وطلبوا منها انها تبلغ الخديوي ان هم عايزين يرجعوا مدفع الافطار. الأميرة فاطمة عجبتها الفكرة، ولما جه الخديوي اسماعيل هي اللي طلبت منه ان هو يرجع مدفع الافطار. علشان كده الناس عرفت مدفع الافطار في الوقت ده باسم مدفع الحاجة فاطمة. طبعا في مدفع تاريخي موجود فعلا في قصر الأميرة فاطمة بنت الخديوي اسماعيل ومطلق عليه الاسم ده، يعني تحول الاسم لاسم تاريخي. لازم اقول لكم ان المدفع بعد كده وقف خالص وما بقيناش نسمعه ولا بقذيفة حية ولا بقذيفة غير حية، لكن في الإذاعة كانوا بيشغلوه وقت أذان المغرب لغاية لما مسك وزير الداخلية في الوقت ده كان السيد أحمد رشدي، وإدى أوامر بتشغيل المدفع مرة تانية. وبعد كده اتنقل لهضبة المقطم المدفع لأنه كان بيتحط فوق القلعة، وبقت كل ولاد المحروسة يسمعوا مدفع الفطار لغاية النهاردة. رمضان في المحروسة بهجة في كل حاجة. رمضان في المحروسة مختلف عن كل الدنيا. كل يوم نعرف عادة جديدة وجاية منين في المحروسة.